جيت المانيا وحابب انك انت تصرف على نفسك وتوفر كمان، بتسمع عن غلاء المعيشه وبتقول هجيب فلوس منين. لو انت طالب وحاسس انك انت تتضغط بسبب المصاريف، فالفيديو ده ان شاء الله ليك. في 2025 لسه في فرص كتير سهله وبسيطه علشان كطالب تشتغل، وبالشغل دوت تطلع دخل محترم تصرف بيه على نفسك. وفي الفيديو ده ان شاء الله نتكلم عن اسهل 5 وظائف تقدر تشتغلهم كطالب في المانيا. فالسلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات السفر لالمانيا. انا عبد الله رشدي، مهندس ميكاترونكس عايش واشتغل وبدرس في المانيا. بما اني مريت بفكره ان انا ادرس في المانيا واشتغل في نفس الوقت، ومع غلاء الاسعار في المانيا عارف ان فكره ان الواحد يجيب مصاريفه ده تحدي كبير جدا وممكن يسبب لناس كتيره جدا ضغط. فعملت معاكم الفيديو دوت علشان ان شاء الله اشارك معاكم خبرتي عن اسهل الوظائف اللي ممكن تشتغلها كطالب في المانيا. بتجيلي اسئله كتيره جدا منكم بخصوص الشغل، ازاي اشتغل كطالب، ايه اسهل الوظائف اللي ممكن اشتغلها كطالب، او ايه القوانين اللي لازم اراعيها لما اشتغل كطالب. فده اللي هنعمله فيديو النهارده ان شاء الله، ان انا هجاوب على الاسئله دي كلها، واقول لكم برضه على وظائف مش محتاجه خبره كبيره، ومنها برضه وظائف ما بتطلبش مستوى لغه الماني يكون عالي، ومواعيدها مرنه جدا علشان تناسب دراستك. فبسم الله يلا بينا نبدا بالفيديو. اول حاجه نتكلم عنها وهي القوانين اللي لازم نعرفها لما بنيجي نشتغل كطلاب. كنت قبل كده عملت فيديو عن القوانين الجديده في 2025، واللي منهم كنت برضو اتكلمت عن وظائف الطلبه والقوانين بتاعه وظائف الطلبه في 2025. ولكن خلونا بسرعه كده نقول القوانين اللي هي تخص شغل الطلاب في 2025. كطالب اجنبي من خارج الاتحاد الاوروبي ليك حق تشتغل 140 يوم في السنه دوام كامل، او 280 يوم في السنه ولكن نص دوام. نص دوام او اللي هو نص يوم بيكون اقل من 4 ساعات. اذا احنا اشتغلنا في اليوم اقل من 4 ساعات فدوت يعتبر نص يوم، ولو اشتغلنا اكتر من 4 ساعات حتى لو بدقيقه واحده فدوت يعتبر يوم كامل. تمام. نيجي دلوقتي للحد الادنى للاجور. الحد الادنى للاجور دلوقتي بقى 12 يورو 82 سنت في الساعه. يعني اي وظيفه هتشتغلها في المانيا ما ينفعش تقل عن 12 يورو 82 سنت في الساعه. ممكن تزيد ولكن قانونيا ما ينفعش تقل. فنعمل حسبه سريعه كده للدخل المتوقع. لو اشتغلت 20 ساعه في الاسبوع بالحد الادنى فده معناه ان احنا نقدر نكسب 256 يورو في الاسبوع، يعني حوالي 1025 يورو في الشهر. ودي طبعا حاجه ممتازه جدا لان الواحد يقدر يغطي جزء كبير جدا من مصاريفه ان ما كانتش مصاريفه كلها شهريه. طبعا دي حاجه بترجع للشخص هو بيصرف قد ايه في الشهر. بس فدي تعتبر القوانين من 2025 اللي تخص الطالب اللي عايز يشتغل في المانيا. نيجي دلوقتي نتكلم عن اسهل 5 وظائف ممكن الطالب يشتغلهم في المانيا، ونيجي لاول وظيفه فيهم واللي هي تخص المطاعم والكافيهات. الوظائف المتوفره اللي ممكن الواحد يشتغلها في المطاعم او الكافيهات ممكن تكون شغل ويتر او اللي هو النادل، ممكن شغل مساعد مطبخ، او في الكافيهات اللي هو الباريستا. طب ايه المميزات اللي ممكن تكون في الوظائف اللي زي كده؟ اول ميزه وهي ان مستوى اللغه المطلوب ممكن يكون المستوى الثاني اللي هو الالتسفاي. في الوظائف ديت مش لازم الواحد يكون عنده مستوى الماني عالي جدا. تاني ميزه وهي ان الوظائف ديت بتكون مرنه ومعظمها بيكون متاح في عطله نهايه الاسبوع. فدي طبعا بتكون ميزه كويسه ان الواحد يقدر يشتغل في ايام الاجازه بعيدا عن ايام الاسبوع وقت الدراسه. تالت ميزه ان الوظائف ديت بيكون متاح فيها الترينك جيلد. دي كلمه بالالماني معناها ببساطه البقشيش. فغير المبلغ اللي انت بتاخده من الشغل كمان في بقشيش بتاخده من الزباين، وفي المانيا ثقافه البقشيش موجوده عند كل الناس. رابع ميزه ان الوظائف ديت بتتيح ليك انك انت تحسن اللغه الالمانيه بتاعتك، لانك بتحتاج انك انت تتعامل مع الناس باللغه الالمانيه. فالموضوع ممكن يكون صعب شويه ولكن فعلا بيحسن لغتك الالمانيه. خامس ميزه ان الوظائف ديت كتير جدا بتكون متاحه، والمطاعم او الكافيهات دايما بتبقى محتاجه موظفين. طب ايه العيوب اللي بتبقى في وظائف زي كده؟ فمبدئيا كده ان بيكون في مجهود بدني كبير. لو بتشتغل مثلا 8 ساعات في المطعم فبتبقى كتير جدا من الوقت دوت واقف وبتتحرك رايح جاي. تاني عيب ان بيكون في اوقات ذروه خصوصا في عطله نهايه الاسبوع، فده معناه ضغط اكبر ولكن بنفس المرتب اللي انت بتاخده. واخر عيب وهو برضه قلته من المميزات وهي فكره انك انت بتشتغل في عطله نهايه الاسبوع. يعني طول الاسبوع بتبقى قاعد بتدرس وتيجي في وقت عطله نهايه الاسبوع المفروض تريح فيه فتروح تشتغل. فالموضوع دوت ممكن ناس تاخده كعيب وناس تانية تاخده كميزة. وبالنسبة للراتب المتوقع فلو قلنا ان الحد الادنى 12 يورو 82 سنت، والبقشيش في الطبيعي بيكون ما بين 3 ل 10% من الفاتورة اللي العميل بيدفعها. ففي وظائف زي كده ممكن المرتب يوصل من 15 ل 17 يورو في الساعة على حسب المنطقة اللي انت هتشتغل فيها. نيجي لتاني نوع وظائف وهي وظائف في المحلات او السوبر ماركت. الوظائف اللي بتبقى متوفرة في حاجة زي كده بتكون مثلا عامل كاشير او مثلا بائع او حتى ترتب ارفف في المحل. الوظائف دي ممكن تكون في سوبر ماركت زي ايديكا او ريفي مثلا، او اسواق زي الدي او نتو او مثلا دي ام. طيب ايه المميزات اللي بتبقى في وظائف زي كده؟ مبدئيا بتبقى بيئة العمل منظمة ونظيفة. تاني حاجة بتبقى مواعيد العمل ثابتة ومحددة. ولكن من العيوب برضو زي ما قلنا في المطاعم والكافيهات ان ساعات الوقوف بتبقى برضو طويلة. ده غير كمان ان الواحد ممكن يتعامل مع زباين صعبين، وهنا خلونا نكتفي ونقول عليهم بس زباين صعبين. وتالت حاجة صعبة في الوظائف اللي زي كده بتكون ساعات العمل. هتلاقوا في الاغلب الوظائف دي بتكون يا اما الواحد بيصحى بدري جدا علشان يروح الشغل،
يا اما ان الواحد يخلص شغله بيكون متاخر جدا، فساعات العمل هنا للاسف بتكون صعبه شويه. والراتب المتوقع في وظائف زي كده بيكون 12 يورو 82 سنت في الساعه، وممكن يزيد لحد ال 14 يورو. وفي ميزه ساعات بتكون موجوده في الوظائف اللي زي كده، ان الموظف بياخد خصومات في المحل اللي هو شغال فيه. نيجي لتالت نوع وظائف، وهي ان الواحد يشتغل مساعد في المخازن. نوعية الشغل هنا ممكن تكون إن الواحد يحمل ويفرغ بضايع، أو مثلا يحضر طلبات للشحن، أو إنه مثلا يستخدم جهاز سكان أو اللي هو المسح الضوئي على المنتجات علشان يعرف إيه المنتجات اللي داخلة وطالعة من المخزن. الوظائف اللي من النوع دوت بتبقى مشهورة جدا في شركات زي شركات أمازون، DHL، أو في المخازن اللي بتبقى في المصانع الكبيرة. من المميزات اللي بتبقى في الوظائف اللي زي كده إن الواحد مبيبقاش محتاج لغة ألمانية عالية. تاني ميزة إن المواعيد هنا بتكون مرنة جدا. تالت حاجة إن الواحد بيبقى متحدد له بالظبط هيعمل إيه في الشغل. رابع حاجة إن الواحد ممكن يشتغل ساعات إضافية اللي هي أوفر تايم. ولكن طبعا من العيوب ان في مجهود بدني كبير. تاني عيب بيكون ان بيئة العمل بتكون بيئة صناعية. تالت عيب ان الواحد هنا ما بيتعاملش مع ناس كتير، فمثلا مش بيعرف يمارس اللغة بتاعته، وكمان الموضوع ساعات بيبقى ممل. الراتب المتوقع هنا ممكن يوصل لحد 15 يورو في الساعة، وده لان ساعات في اماكن بتزود المرتب لو هتشتغل فترة ليلية. نيجي دلوقتي للرابع نوع شغل، وهو مندوب توصيل. ومن اشهر منصات التوصيل المعروفة في المانيا هي ليفيغاندو. دي اشهر منصة معروفة في المانيا لتوصيل الطلبات للبيت. كمان في فولت او ريفي ديليفري، كلهم نفس الفكرة، توصيل طلبات. ووسائل التوصيل هنا ممكن تبقى على عجل عادي، طبعا دي أرخص طريقة توصيل، ولكن مشهور برضو في ألمانيا دلوقتي العجل الكهرباء، طبعا بيكون أسرع وأقل مجهود. وطبعا في العربية، ولكن طبعا برضو محتاجة رخصة. طبعا مميزات الوظائف اللي زي كده مرونة ساعات العمل، انت اللي بتحدد انت عايز تشتغل امتى. وفي الوظائف اللي زي كده انت مش بتحتاج ألماني خالص. كمان بتقدر تحدد المناطق أو الحدود اللي انت هتشتغل فيها، وبرضه زي المطاعم والكافيهات، فهنا برضه بيكون في بقشيش. ولكن طبعا من عيوب الوظائف اللي زي كده الجو في ألمانيا يعتبر معظم السنة بيكون جو بارد وفيه أمطار كتير، ده غير كمان أيام بينزل فيها تلج. ففكرة إن الواحد يركب العجلة ويوصل طلبات في جو زي كده بتكون صعبة جدا. وطبعا هنا برضه بيكون في مجهود بدني، وغير كده كمان لما بتيجي توصل الأكل أو مثلا معاك مشاريب، في احتمالية مثلا إنك أنت تخبط في رصيف أو مثلا تفرمل فجأة فالمشروب يقع، فدي برضه حاجات ممكن تحصل. الراتب في الوظائف اللي زي كده ممكن يوصل ل 18 وحتى ساعات بيوصل ل 20 يورو في الساعة، لأن غير الراتب اللي أنت بتاخده كل ساعة كمان بتاخد مكافأة على كل توصيلة، وده طبعا برضه غير البقشيش اللي بتاخده من كل عميل، فهنا الراتب ممكن يكون عالي. ودلوقتي نتكلم عن خامس نوع وظائف، وهي وظائف الجامعة. نوعية الوظائف هنا بتكون إن الواحد ممكن يساعد مثلا دكتور بيعمل بحث، أو إنك مثلا تكون مشرف على محاضرة أو معمل، زي كده شغل المعيدين عندنا في مصر. أو مثلا في الجامعة كمان بيكون متوفر شغل في مكتبة الجامعة، أو حتى تصحيح أوراق امتحانات، فدي كلها وظائف بتكون متاحة في الجامعة. طب ايه المميزات اللي بتبقى في وظائف زي كده؟ مبدئيا كده شغل الطلبة اللي بيكون تبع الجامعة بيبقى متعارف عليه انه بيكون اعلى من الحد الادنى، يعني مثلا ممكن يكون 14 يورو في الساعة. تاني ميزة واللي هي بعتبرها من اهم المميزات، وهي فكرة ان الواحد بياخد خبرة في المجال اللي هو بيدرسه او المجال اللي هو حابب يتخصص فيه او يشتغل فيه بعدين. تالت ميزة وهي ان الواحد بيبني علاقة كويسة مع الدكاترة. ورابع ميزة ولأن الوظيفة دي بتبقى تبع الجامعة، فدايما بيكونوا متفاهمين لو انت مثلا عندك فترة امتحانات انك انت مش هتحضر فترة الامتحانات، فدي من اكتر الوظائف اللي بتكون مرنة، والدكتور بتاعك بيبقى متفهم لو انت هتغيب ومش هتحضر لفترة طويلة. واخر ميزة وهي فكرة انك انت هنا بتشتغل تحت دكتور، فلو الدكتور شافك كويس ممكن الموضوع دوت يفتح لك مجال شغل بعدين، سواء هو بنفسه يرشحك لوظيفة لو عنده علاقات مع شركات مثلا، او حتى فكرة انه ممكن يكتب لك خطاب توصية، وده بتحتاجه لما بتيجي تقدم بعدين على شركات. ومن العيوب هنا انك انت ممكن تشتغل في الجامعة مع طلبة ألمان، وممكن الوظيفة ديت تبقى محتاجة منك ان يبقى مستوى اللغة الألماني بتاعك يكون عالي. تاني عيب ولأن الوظائف ديت بتكون في الجامعة، فمعظمها بيكون عايز طالب مجتهد يعني درجاته كويسة. وتالت عيب لأن دايما بيبقى الطلاب عايزين يشتغلوا في الجامعة، فالمنافسة على الوظائف ديت بتكون عالية ولازم تثبت نفسك. وعارف ان انا قلت ساعات العمل هنا بتكون مرنة جدا، ولكن من العيوب ان ساعات العمل بتكون محدودة جدا، بمعنى انك ممكن تلاقي الاعلان نازل انهم عايزين واحد يشتغل لمدة 8 ساعات بس في الاسبوع، ما ينفعش تزيد عن 8 ساعات، هم مش محتاجين اكتر من 8 ساعات بس في الاسبوع. فممكن تلاقي ان 8 ساعات في الاسبوع ديت مش هتكفي انك انت تغطي تكاليفك في الشهر، فدي بتبقى من عيوب وظائف الجامعة. خلصنا كلامنا كده عن اسهل 5 وظائف ممكن الواحد يشتغلهم كطالب في المانيا. نيجي دلوقتي لسؤال ازاي اصلا نقدر نلاقي الوظائف ديت. فاشهر 3 مواقع نقدر نلاقي عليهم وظائف في المانيا هما موقع انديد، موقع ستيبستون، وموقع لينكد ان. ولكن المواقع ديت لكل الوظائف بشكل عام. اكيد برضو على موقع الجامعه هتلاقي انهم بيعلنوا على الوظائف المتاحه في الجامعه، او مثلا هتلاقي في مطعم الجامعه او حتى في الساحات بتاعه الجامعه هتلاقي اعلانات بتتعلق لوظائف متاحه للطلاب. واخر طريقه علشان نلاقي وظائف مثلا في محلات او سوبر ماركت او كده، ان احنا بنروح المحل بنفسنا وبنسال الموظفين هناك. عادي جدا تروح المطعم او سوبر ماركت وتسال الموظفين هناك او العامل اللي شغال هناك اذا في وظائف متاحه عندهم في المكان. بس بكده نكون خلصنا كلامنا النهارده عن وظائف الطلاب في المانيا. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم تشتركوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، او ممكن يكلمني على الانستجرام او على الديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برضه.
واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.